كتير مننا بيفتكر إن فتح الشباك على طريق سريع هو مجرد تهوية عفوية، بس الحقيقة إن في سر فيزيائي بيتحول لخطر صامت. أول ما عدادك بيلمس ال80 كيلو متر، العلماء سموا الظاهرة دي بتأثير الطبول. اللي بيحصل إن ضغط الهواء جوه المقصورة بيختل تماما، وبيولد ذبذبات منخفضة الترددات بتعمل هجوم مباشر على مراكز التركيز في المخ، وممكن تسبب دوار مفاجئ للسائق في لحظة حرجة. بعيدا عن الأمان، انت حرفيا بتهد الانسيابية الهوائية اللي المهندسين صمموا العربية عليها. الشباك المفتوح بيخلق دوامات خلفية بتشد العربية لورا، وده بيجبر المحرك انه يستهلك طاقة اضافية بتوصل ل10% علشان خاطر يقدر يكسر مقاومة الهوا دي. الخلاصة، فوق سرعة 60 مقصورة عربيتك لازم تكون حصن مغلق علشان خاطر تحميك من الضوضاء اللي بتعدي ال85 ديسبل، وتحافظ على توازن أجهزتك الحيوية وانسيابية الموتور بتاعك. تفتكروا ليه لسه في ناس بتستهون بالمعادلة الفيزيائية دي وتفضل فاتحة الشبابيك؟